السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي في قناتي وقناتكم روتينات بيوت منورة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم فيديو حلو كده وصغير عن سوق حلو جدا، في حاجات رخيصة قوي وهيفيد ناس كتير قوي، اللي بتجهز بنتها او اللي بتجهز اختها او اللي عايزة تجدد بيتها بامكانيات بسيطة. طبعا احنا عارفين الغلا اللي حصل دلوقتي والاسعار زادت بطريقة فظيعة يعني في كل حتة. ففي ناس كتير قوي ما تعرفش حاجة عن السوق ده. هو في ناس بتسميه سوق الغلابة من كتر ما هو فيه حاجات جميلة ورخيصة واسعارها حلوة قوي وحنينة. وكمان تقدري ان انت تفصلي وتتكلمي مع البياع، مثلا لو انت هتاخدي كمية، مثلا لو انت بتجهزي عروسة او حاجة فهتاخدي اكتر من قطعة، فبيحاول هو ان هو يديكي بسعر الجملة او باسعار اقل من سعر الجملة كمان، احسن بكتير من انك تروحي العتبة او الحتت اللي هي فيها اسواق الجملة دي يعني. فالسوق هنا حلو قوي، جميل قوي. هو اسمه سوق التلات، موجود في شارع ترعة عبد العال، في شارع العشرين فيصل، متفرع من شارع العشرين فيصل. تمام. بصوا بقى المج الجميل ده، انا اول ما شفت المج ده افتكرت الشاي بلبن بتاعي على طول. فاشتريت المج ده ب10 جنيه. الراجل ده بيبيع كل حاجه ب10 جنيه، اي حاجه عنده ب10 جنيه، عنده اسعار جميله وحاجات جميله قوي. وفي بقى كل ما يلزم البيت من الابره للصاروخ. فيعني انا حبيت افيدكم بالفيديو ده علشان في ناس كتير ما تعرفش حاجه عن السوق ده خالص، يعني في ناس كتير من سكان الجيزه ومن سكان فيصل ما تعرفش اي حاجه عن السوق ده. السوق ده يا جماعة فيه كل ما يلزم البيت من الإبرة للصاروخ، فيه كل حاجة، ألمونيات وستانلس وأطقم ومفارش وبطاطين ومفارش أرض وسجاجيد ومفارش عرايس وأواني مطبخ، أدوات مدرسة، كل ما تتخيليه وما لا تتخيليه. الراجل ده أنا بحب أشتري منه الأدوات اللي هي بتاعة المدرسة، والحاجات دي بتبقى أسعارها جميلة جدا. كمان بجيب هدايا للولاد اللي أنا بحفظهم القرآن منه. بصوا، كراسات التلوين، اقلام، الوان، الحاجات دي جميله قوي، بحب اجيبها هادي بيها الولاد اللي انا بحفظهم يعني وكده. وبصوا اقلام وكل حاجه، كل ما تتخيلوها هتلاقوه موجود عند الراجل ده، وكل ما يلزم العروسة وكل ما يلزم ست البيت. فأنا حبيت كده إيه يعني أنفعكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. فأنا حبيت أنفعكم بالفيديو ده علشان لو أي واحدة بتجهز بنتها، وأي واحدة بتجهز بيتها، أي واحدة بتجهز أختها، أي واحدة عايزة تجيب هدية لعروسة ومش عارفة تجيب لها منين، أو تجيب حاجة قيمة بسعر حلو. بصوا المفرش ده مفرش سوري بتاع العروسة. الراجل قال لي ان هو ب850 جنيه. المفارش دي يا جماعة بتتباع في المحلات ب1500 وب2000 جنيه واكتر كمان. بصوا ده السوري، حاجات جميلة قوي قوي عند الشيخ ده. انتي لو دخلتي ولفيتي كده في السوق هتلاقي اسعار تحفة وحاجات تحفة، وبجد حاجات جميلة قوي باسعار حلوة قوي. وتقدري كمان انك تفصلي، يعني طالما هتاخدي كميات تقدري ان انت تفصلي، وتقدري ان انت تنزلي السعر كمان في كل حاجة، وحاجات الجديدة والحاجات اللي نازلة موضة وحاجات بتاعت 2023. بجد هيعجبك جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجه صغيره. وانا كنت طبعا هناك من بعد العصر والمغرب اذنت عليا وانا هناك، فمعلش بقى يعني مفيش اضاءه كافيه ان انتوا ايه تتفرجوا على الحاجه كويس يعني. طبعا ما ننساش ان احنا اول ما ندخل السوق علشان برضو ايه يعني نحيي سنة رسول الله زي ما قلنا، ان احنا فيديوهاتنا مش مجرد فيديوهات بتتكلم عن اي حاجة وخلاص، لا احنا عايزين نحيي سنة رسول الله المهجورة. فعايزاكي كده اول ما تدخلي السوق، من اول ما تدخلي كده باب السوق تقولي الدعاء بتاع دخول السوق زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمناه لنا. وبنقول ايه بقى؟ بنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اول ما تدخلي السوق لازم تقولي الدعاء دوت من اول بداية السوق كده، علشان ربنا يحفظك يا رب، وما تعمليش اي فتنة في السوق، ولا انتي تفتني ولا حد يفتن بيكي يعني. طبعا تحاولي ان انتي لما تروحي السوق تروحي غير متعطرة غير متزينة. يعني نمشي برضو ايه، نحاول ان احنا ما نبقاش متبرجين يعني، عشان ما نروحش السوق ناخد ذنوب يعني. نحاول ان احنا نروح نقضي حاجتنا بسرعة ونجيب اللي احنا محتاجينه ونجيب الحاجة اللي احنا عايزينها بسرعة، وما نبخسش الناس اشياءهم برضو. تفصلي ولكن ما يعني يعني ما تضيعيش حق الناس. الناس دي بتقعد من الفجر في الارض ولحد المغرب زي ما انتم شايفين كده او بعد المغرب.
فنحاول ان احنا ما نبخسش الناس اشيائهم، يعني حاولي ان انت تعاملي الناس بما يرضي الله. في غلا، الدنيا غالية على الناس كلها، ولكن انا اشتري بما يرضي الله، اشتري الحاجة بالسعر المعقول، لا انا افاصل قوي واتعب الراجل اللي قدامي، ولا انا اخد الحاجة وانا حاسة ان هي غالية عليا. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فاتكم. وهو كده حاجة بسيطة وصغيرة حبيت اطلع لكم بيها علشان افيدكم. وما تنسوش بقى ان انتوا تعرفوا الناس بالسوق دوت. لو عندك اخت او جارة او قريبة بتجهز او عايزة تشتري يعني حاجات كتير مستلزمات لبيتها، عرفيها لو هي من اهل فيصل او الكفر او صفة اللبن او الجيزة. فالسوق ده هيبقى قريب جدا منها، اقرب بكتير من العتبة ومن الحتت البعيدة، وهتدفع مواصلات طبعا لنقل الحاجة وكده، فده أقرب بكتير. أنا في نهاية الفيديو بحبكم جدا في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.